السمك البلطي لا هقليه ولا هشويه. هنعمل صينية سمك جبارة بطريقة أحلى من المطاعم، وتحدي خفيفة جدا وصحية كمان. يلا نشوف ازاي. طبعا قبل ما ابدا الوصفه هقول لكم ازاي نختار السمك طازه او فريش. بختار السمكه تكون عينيها بتلمع، دي اول حاجه. تاني حاجه النخشوش عندي يكون لونه روز فاتح او احمر وردي. تالت حاجة السمكة عندي متماسكة وناشفة، مش طرية ما بتك عليها كده بلاقي السمكة ناشفة. ظهر السمكة بيكون عالي. طبعا بعد ما بنقصقص السمك ونفتحه بنغسله كويس جدا جدا من الشوك كده كويس، علشان اي تجمعات دمويه بنشيلها عشان دي بتبقى فيها زفاره جامده جدا. بعد كده بنقعه نص ساعه في ميه ودقيق وملح وخل وليمون. بعد كده بشطفه كويس جدا وبصفيه على مصفى، وبرجع انشفه بمناديل عشان اضمن مفيش اي زفاره ويشرب التتبيله كويس معايا. باخد سمكه سمكه وابدا اشرحها بالعرض كده 3 تشريحات خفيفه، علشان السمكه عندي تبقى متشربه بالتتبيله وتبقى متطعمه كويس. تعالوا بقى يلا نجهز التتبيله. هحتاج راس توم كبيره، ده 2 كيلو ونص سمك. تمام، انتوا على حسب الكمية اللي هتعملوها. قرن فلفل اخضر على سبايسي اخضر، وقرن فلفل احمر. لو عندكم هريسة شطة مفرومة عادي نحط منها معلقة. دي معلقة مستردة بتودي طعم السمك والتتبيلة في حتة تانية. لو مش متوفرة مفيش مشكلة. هنحط بقى معلقتين صغيرين مليانين ملح، معلقة صغيرة هرمية كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة هرمية توم باودر. دول بعصير 7 8 ليمونات، هاخد 3/4 كده واشيل ربعهم. هقول لكم نعمل بيهم ايه. دي معلقه زيت كده هنحطها تطعم لنا الخلطه. هضرب الكلام ده كله مع بعض وارجع لكم هنا بعد ما ضربت المكونات مع بعض. هبدا افضيها كده عشان هقول لكم نعمل ايه دلوقتي. تمام، هنا بعد ما ضربتها هاخد بقى معلقتين كده من الخلطه القمر دي وهقول لكم هنعمل بيها ايه. هاخد السمك هنا نحشيه بقى بالخلطة بتاعتنا بقى من جوه من بره من كل حتة، علشان يتشرب التتبيلة كويس. ومكان التشريحات اللي فتحناها دي برضو هدخل فيها التتبيلة عشان تشرب كويس. بالتالي السمكة كلها تبقى متطعمة معانا، مش مثلا من جوه بس متطعمة واللحم من بره لأ. لأ، كلها متطعمة. دي الكمية كلها عملتها اهي. تعالوا بقى يلا نرص الصينية الجبارة بقى دي. هنحتاج بقى بصلتين كبار كده أو متوسطين على حسب الكمية. أنا مقطعاهم على 4 كده وجوانح. هحتاج معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة بابريكا. هندمج بقى كل المكونات القمر دي مع بعض. هتطلع معانا ريحة خطيرة جدا، يعني من قبل ما احط اي حاجة ريحة خطيرة. تمام، الخطوة دي مهمة جدا هتدي ريحة حلوة للخلطة بتاعتنا. هنا مقطعة طماطم وفلفل جوانح برضو رفيعة، مش تخينة. تمام، حوالي 3 4 طماطمات وقرنين فلفل كبار. هشيل الباقي هعمل بيهم خلطة تانية. دي بقى كمية التوم اللي كنا أخدناها وركناها، دي بقى هنحطها على التتبيلة بتاعتنا هتطعم لنا الكلام ده كله مع بعض. وهنحط كمان باقي الليمون. ده بقى عود كزبرة ناشفة أو بقدونس أو شبت، أي حاجة خضرا عندكم أو ال3 مع بعض. بناخد عود كده مع الكلام ده كله. رائع. دلوقتي بقى هناخد بقى شوية من الكلام ده كله، هركنهم في طبق كده. هقول لكم نعمل بيه ايه. تمام، هنا هنفرد باقي الكمية كده في الصينية عشان نرص عليها السمك. هاخد سمكة بقى كده وابدأ احشيها كده من الخلطة دي اللي احنا عملناها مع بعض من جوه. طبعا هي متبلة الاول بالثوم، وهرجع احط من خلطة البصل على الفلفل على الطماطم. الكلام ده بيديها طعم وريحة خطيرة جدا. والسمك كله يا جماعة بيبقى متطعم كله من جوه من بره بالتتبيلة الخطيرة دي. تمام، هنا جاهزة معايا. هبدأ أحط زيت خفيف جدا. لو محتاجينها صحية أو دايت ممكن نستغنى عن الزيت خالص. هنفرد الزيت كده خفيف، هو بس هيدينا لون يساعد على تحمير وش السمك. تمام، هنا تمام جاهزة معايا. هبدأ أحط بقى كده شرايح ليمون كده تدي ريحة حلوة للسمك وهو بيستوي.
لو انتوا معايا بقى لحد هنا انزلوا حطوا لايك للفيديو. هخبز السمك القمر ده على درجة حرارة 240 بعد طبعا ما اكون مشغلة النار ومسخنة الفرن كويس. هحطه على الرف الاوسط لحد ما بياخد نص ساعة. بعد كده بهدي النار نص ساعة كمان، يعني بياخد ساعة كاملة على الرف الأوسط بدون تشغيل شواية نهائي. بصوا النتيجة رائعة ازاي، بصوا الملمس طري وناعم، وشوفوا الطراوة بجد خطير. بتمنى يكون الوصفة عجبتكم وتطبقوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. أشوفكم على خير.